اهتمام كبير، اهتمام من المحافظه واهتمام دولي من الاتحاد الاوروبي لدعم المراه ودعم المراه في دخول عالم السينما. والنهارده كانوا عاملين فيلم للستات اللي حلموا ان هم يعملوا سينما ووصلوا لحلمهم على مدار التاريخ الطويل. وكان من السبيكرز واللي موجودين المتحدثين بشرى نجمتنا الجميله اللي عندها من خبره واللي عندها كمان من رصيد من عدد من الاعمال الحقيقه كان مهم، رغم ان بشوف انه قليل بس كان اعمال مهمه. بشرى النوع ده من الندوات لما بيقولوا لك عليه بتوافقي ليه؟ وبتبقي حابه الرساله اللي توصل تكون ايه؟ مع اني انا تعبت من التنظير والكلام بصراحه بمنتهى الامانه يعني. مع انك مثقفه وبتقولي نظريات الصراحه بتعجبني. بس انا تعبت، احنا عايزين فعل على الارض والله يا رب. يعني انا جايه على فكره السنه اللي فاتت ما جيتش، وكلمني محمد عبد الخالق رئيس المهرجان واصر، قلت له معلش انا عايزه اخد اجازه من المهرجانات شويه، لاني انا عايزه ارجع اشتغل تاني، يعني اشتغل ممثله، اشتغل مطربه، اشتغل الشغف الحقيقي بتاعي. ولكن برضو بلاقي ان مش قادره ابعد عن هذا المجال، لانه في احتكاك مباشر بالناس، بالشباب اللي عندهم احلام وعندهم شغف، وممكن يبقى عندهم احباطات زي ما احنا بيبقى عندنا احباطات. وانا قلت ده في الندوه علشان ما بين لهمش الدنيا انها كلها وردي، لا، انكم هتقابلوا تحديات، بس لازم تبقوا على مستوى الصمود قدام التحديات دي كلها. لان حتى اللي وصلوا لمرحله نجوميه ونجاح كبير جدا برضو لسه بيعانوا، ولسه بيدوروا على تمويل لافلامهم، وعلى حد يتشجع عليهم، وعلى شاشات تعرض افلامهم. فده اللي بيخليني اجي، ان انا هحتك بالناس على مستوى المشاركه الشعبيه المباشره بيني وبين الجمهور الحقيقي والمواطنين والاهالي.